يلا بقى النهارده مع بعض نشوف هنعمل ايه. انا عارفه ان في ناس كتيره جدا ما تعرفش ايه ده. الناس بس الصعيده هم اللي هيعرفوا انا بعمل ايه. يا جماعه نعمل مع بعض النهارده اسمها دي بسيسه، بتتعمل باللبن والسكر، بتحفه يا جماعه. انا الفيديو ده عشان اعمله غلبت عشان اجيبها بصراحه، يعني هي ما بتتباعش في اي مكان. في الاخر يعني الحمد لله عرفت اجيبها. معانا هنا حلة على النار فيها مية، هننزل بالبسيسة هنسلقها، وهننزل عليها بذرة ملح وهنسيبها على البوتاجاز لغاية ما تتسلق معانا وتاخد سوا كامل كده 90% سوا، لان ال10% بقى هنكملهم مع اللبن بتاعها. ونسيبها تتسلق كده لغاية ما تبدأ بقى ايه، تمسكيها كده بين ايديك تحس ان هي استوت. عايزه اقولك البتاعه دي بالنسبه لي العشق، ومش سهل اللي انت تجيبيها، ما بتتباعش في اي حته، بتتجاب من اماكن معينه. وفي الاخر يعني انا قعدت يعني ابحث عليها كتير وادور لغايه ما عرفت اجيبها. ومعانا هنا بقى كيلو من اللبن هننزل بيه على البسيسه، وان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم. معانا هنا برضو هنطعم الطعم، معانا هنحليه ونحط معانا كيس لبن نيدو علشان نديها طعم كده حلو، ونعزز طعمها مع بعض. ونشوف بقى هنعمل ايه. ومعانا هنا السكر، والسكر حسب الرغبة. وان شاء الله نكمل مع بعض الفيديو، بس ان شاء الله بقى يعجبك الفيديو وتحط اللايك. وهنديها بقى تقليبة كده كويس عشان السكر واللبن يفكوا معانا والسكر يدوب. واخر حاجة بقى هنا معانا كوباية لبن على 3 معالق كبار من النشا، وهنبدأ بقى نقلبهم وهنسيبهم على النار طبعا مع كيسين الفانيليا. هنكمل سواهم بقى اللي هم ال10% لغاية بقى ما تستوي وقوام النشا كمان يبدأ يمسك معانا. وهنقدمها طبعا في اطباق ساقعة، هنسيبها طبعا تبرد. اهم حاجة بقى السوا بتاعها يكون مظبوط. ونشوف بقى مع بعض هنعمل ايه، هنديها كمان تقليبة كده ونشوف بقى استوت ولا لا. انا كده اخدت واحدة اختبرتها لقيتها الحمد لله كده خلاص، 5 دقايق واقفل عليها. ونكون غرفناها كمان في اطباق التقديم. تحفة يا جماعة، نجربها. ولو وصلنا لحد هنا ما ننساش نحط اللايك. وان شاء الله تكون فيديوهاتي كمان بتعجبكم، وبحبكم حبايبي كتير في الله. وان شاء الله كده يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم حبايبي في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.